صباح الخير، انا مي الطيب ريكي ماستر. جالنا اسئله كتير منكم عن موضوع ازاي اخلي حد يحبني. طب فعلا الطاقه او الريكي هيساعدني ان لو معجبه بشخص اخليه هو كمان يعجب بيا؟ طب ايه رايك في الفيديوهات بتاعت جلب الحبيب وازاي ابعت طاقات مش عارفه ايه؟ الاول بصينا على الفيديوهات اللي انتوا قلتوا لنا عليها، لقيناها فعلا هي فيديوهات عباره عن طاقه حب. القصة ان انا بحب شخص مثلا، فاللي بعمله بعمل تأمل وببعت له عن طريق التأمل ده في حالة ان انا طاقتي عالية قادرة اوجهها طاقة حب. فالشخص ده لو هو كمان استشعاره الطاقي كويس وعنده استقبال كويس هيستقبلها، فهتحطه في مود حب، في مشاعر حب حلوة. ده في حالة ان الشخص فعلا مش مرتبط او هو فعلا مستعد للحب، فهي هتزود عنده الاستعداد ده. ففي الحالة دي هيبقى عنده استعداد عام للحب او عنده مشاعر حب عامة. لكن في حالة انه في حد اوريدي في دماغه، حد غيرك في دماغه، هتتوجه طاقة الحب اللي انتي بعتيها دي وهتشجعه اكتر انه ياخد خطوة. ده اللي بيبرر لنا كمان ان بنات كتير يقولوا والله انا كل ما اعجب بواحد يرتبط. ده لانك بتعرفي توجهي الطاقة فهو بيستقبلها، فبتشجعه اكتر على الارتباط بالشخصية التانية. افضل طريقة اني احط انا نفسي في حالة حب، يعني انا طاقة الحب دي استعملها لنفسي. خلي طاقتي هي كلها حب، كلها سعادة، كلها راحة. فاي حد هيكون في نفس حالة، في نفس الطاقة دي، على نفس مستواي الطاقي هينجذب ليا وفعلا اقدر اوصل للي انا عايزاه. ازاي اختار بقى صح، وازاي اختار الشخص اللي يناسبني، وازاي احطه في نفس حالة الحب؟ ده اللي هنعرفه في الفيديوهات الجاية ان شاء الله.